أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. جديد من مواعيد مباريات الدوري الفرنسي. الدوري وصل لمرحلة 26 وقمة كبيرة منتظرة بين الناديين يمران من مرحلة ممتازة جدا. نادي موناكو 11 مباراة على التوالي لم ينهزم شهر مارس. كذلك أنخيل دي ماريا الذي يتمثل ليشيا تأتي من جانب اللاعب أغيرار. على الورق نتا 4-3 بينما هناك كرة أمامية ومتابعة من حارسي المرمى لوكونت أمام الأرجنتيني ماورو إيكاردي. مبدئيا دعونا نقول بموناكو كايو نيريكا على الجهة اليسرى ثم أغيلار على الجهة إلى المساندة يضغط عليه كيم بيمبي وماركي بينما هناك كرة أمامية العرضية فرصة هنا الراسية خطيرة ممكن جول. أول أهداف المباراة عن طريق سفيان ديوب. سفيان ديوب نعم ينجح هنا في ترجمة مجهود جماعي لفائدة نادي موناكو. البداية قوية سريعة. الكرة أمامية إيكاردي ولوكونت بعد ذلك الكرة تتحول إلى ضربة مرمى لفائدة فريق الإمارة. أول ردة فعل يقوم بها نادي باريس سان جيرمان. إيكاردي اللي حاول يرفع الكرة على حارس المرمى لوكونت. هم يعرفون قوة الدائرين الآن. كورزاوا وفلورنسي. كورزاوا في نهاية المطاف يتحصل على أول ركنية لفائدة نادي باريس سان جيرمان. هذا هو كورزاوا، عمل رائع بالنسبة للدائرين لكورزاوا. يصعد ماركينيوس وكيمبيمبي. الكرة بعيدة تماما عن مرمى الحارسي لوكونت باريس سان جيرمان الذي يريد متابعة الكرة. بعد ذلك أغيلار وصلها مباشرة. كين ينزل يحاول يرفع ديال الكرة في ركنية أخرى لفائدة نادي باريس سان جيرمان. ماذا يقول بيكي؟ شوف الإعادة يستلم الكرة مبابي عنده أغيلار. مبابي يرفعها على القائم الثاني لكن صعبة وبعيدة على الدائرة الأيمن. فلورنسي تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى لزي أم لا. هنا كين في الاستلام كين وكين والحكم يعلن الخطأ. الحكم يصفر خطأ وضربة حرة وفيها إنذار أول في صفوف نادي موناكو. نعم التدخل كان واضح. لياندرو كورزاوا مرة عالية. ليفين كورزاوا أمامنا على الصورة. اللاعب السابق كما ذكرت لفريق موناكو. عديد الأسماء بالمناسبة. لاعب عنده مبابي كين ومبابي أخطاء ومن الأخطاء تأتي الفرص. هنا ممكن وماركينيوس يتدخل بعد ذلك مباشرة إلى ركنية نعمية الأولى لفائدة نادي موناكو. هذا اللاعب فولاند اللاعب الألماني. كينيوس يتصدى وتبقى الهجمة هنا متواصلة. التحضير على القائم الثاني وفيها خطأ بالفعل. رودي بيكي يعلن عن خطأ لمصلحة اللاعب كيمبيمبي. هذه الإعادة مجددا مرة أخرى لتهديد كايلور نافاس وكل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات الأوروبية لأن فريق موناكو غاب لفترة عن المسابقة الأوروبية وهو الذي كان بالأمس القريب. يبتلي العودة للمواجهة مرة أخرى والواجهة مرة أخرى بينما هنا كرة والتصدي هنا من جانب اللاعب كين. شوف العودة لكين والصعوبات التي هذه الركنية والراسية. نافاس في المتابعة دائما تحضير الركنيات على القائم. باريديس يغير تماما. فلورنسي ينادي فلورنسي. الكنترول كان صعب من اللاعب فلورنسي وبالتالي تطول مباشرة إلى ضربة مرمى. سان جيرمان الثالثا برصيد 54 نقطة في وضعية صعبة وفي مكان صعب. تخسر كرة الاستلام فرصة الآن فرصة وكين لكن كيمبيمبي في المتابعة يظهر شخصية قوية ويبحث عن أهداف أخرى. فوفانا سفيان بعيدة على اللاعب سفكاك الكرة والتحول بسرعة إلى الهجمة. كرة هنا في وسط الميدان. نعم في خطأ واضح في حق اللاعب مبابي وبالتالي ضربة حرة لفائدة كورزاوا يحاول لكن يرسل لاعب فلورنسي يحاول يمر وفولاند الان في دور دفاعي. شوف عودة فولاند. شوف الرجوع لفولاند اللاعب الألماني في مساندته للاعب كايو نيريكي. ونفس الشيء ولكن اقرب اليه المدافع على وسط بادياشيل في خطرنا بينما انطلاقه مبابي العرضيه مبابي والمتابعه. تقدم ادريسا غاناغي. ادريسا يبحث عن تسديد. ادريسا غاناغي تسديده رائعه جدا. شوف الاعاده هذه ليست بغريبه عن اللاعب ادريسا. فلورنسي يتقدم وفلورنسي العرضيه. سيطره ميدانيه واضحه لباريس سان جيرمان ولكن حتى مبابي
ومبابي في منطقة الجزاء، ومبابي منتظر والمتكرر الثنائي كيم بيمبي وكذلك اللاعب ماركينيوس. أنا أعتبر التقدم الواضح لكيم بيمبي وماركينيوس يلعب. فلورنسي عنده فلورنسي في العمق الممتازة، توكين انريكي هنا يغطي يترك الكرة، لا وجود لخطأ. بلا في خطأ. نعم الحكم يصفر خطأ عليك يا كين. وبمن تمريرة مبابي تكون مكشوفة. دريسا غاناغي يلعبها لفلورنسي بعيدة على المدافع الأيمن الإيطالي فلورنسي غاناغي. السرعة المفقودة في عملية الانطلاق على مستوى صناعة اللعب اليوم بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان، مع يعني انتظار أن يكون الريتم أسرع في الشوط الثاني. هنا خطورة تشواميني، يتقدم تشواميني وكيش بهذه الكرة مباشرة إلى التماس. الحكم يوقف اللعب لأنه فعلا تشواميني يتعرض يلعب لسفيان على الجهة اليمنى. في تدخل واضح من طرف اللاعب كيم بيمبي. هذه المرة رودي بيكي لم يتدخل. أندر ولا زالت الفرصة. جول هدف ثاني لفريق موناكو، هدف ثاني لفريق موناكو عن طريق ماريبان. المدافع صعد والمدافع استغل خطأ من أندير إيريرا جانب اللاعب انريكي لياندرو باريديس. الحكم صفر خطأ. الحكم نعم كان في تدخل من باريديس على اللاعب فوفانا أكثر نرفزة. نعم لاعبين نادي باريس سان جيرمان خاصة في الوصية الأسابيع القادمة. الصورة كذلك على نيمار ولا زالت الفرصة. كورزا الراسية من كين ولوكونت يتدخل. أول فرصة تأتي لفائدة باريس سان جيرمان. كورزا ويستفيد من تمريرة، ثم بعد ذلك العرضية للقائمة الثانية. ضاع الهدف الثالث لنادي موناكو. كان ممكن نعم يقترب أكثر من الانتصار لو سجل